ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناه تجارب شاشتة. تعالوا النهارده هنجرب مضرب النسكافيه. انا جبت المضرب ده من امازون، واول مره بصراحه هجرب مضرب النسكافيه في حياتي. يعني عملت النسكافيه بطرق مختلفه كتير، وكنت متردده اجيب المضرب ده، فانا بصراحه بقى قلت ايه اجربه واشتريه واجربه معاكم واصوره معاكم عشان نقيمه مع بعض. هنشوف بقى هيعمل طعم النسكافيه مختلف عن اي طريقة تانية احنا جربناها في البيت، ولا هيبقى عادي جدا ومفهوش اي طعم مختلف. ده كان شكله. وحطيت فيه الحجاير، بصراحة غلبني جدا عبال ما حطيت فيه الحجاير، علشان طلع في الاخر ان انتي بتحطي الحجارة واحدة عكس واحدة، يعني الاتنين مش بيبقوا في اتجاه واحد، تحطي واحدة عكس واحدة، فاخدت وقت عبال ما اكتشفت هذه الخطة بتاعة الحجاير. وبعد خلاص ما ركبته طبعًا غسلته وجِبت دلوقتي مَج شفاف بقى علشان نضرب مع بعض النسكافيه وتبقوا شايفينه معايا. حطيت معلقة ونُص نسكافيه، طبعًا بتحطي بقى نسكافيه المقدار اللي أنتِ عاوزاه، وحطيت معلقة سكر، وهاحط بقى شوية مَيّة صغيرين، وهابتدي بقى أضرب النسكافيه. في الأول بصراحة ما كنتش عارفة أتعامل معاه، فكان المضرب يعني لازق في الكوباية من تحت، فقعد بقى يطرطش السكر والنسكافيه برّه الكوباية، وبعد كده لمّا رفعت إيدي شوية ما خلاص وقّف الطرطشة وما بقاش بيطلّع حاجة برّه. ضربته بقى حبّة حلوين كده، وعمل بصراحة فوم كده، مش هوا، فوم كريمي يا جماعة، يعني مش رغاوي، لأ حاجة عاملة زي الكريم كده. جبت بقى المج بتاعي الجميل ده اللي كنت جايباه من ايكيا وباحبه جدًا، وفضّيت بقى اللبن السخن وحطيت على الوش الكريمة، وبعد كده ضربته تاني بالمضرب كده عشان يتقلب كله مع بعضه. ودُقته بقى يا جماعة بجد 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 مختلف، عامل زي بتاع الكافيهات اللي بنشربه برّه، يعني بنشربه برّه البيت، مش زي اللي بنعمله بأي طريقة تانية. فلازم تجربوا مضرب النسكافيه لو ما جربتوه. وبس كده، وما تنسوش تحطوا لايك قبل ما تطلعوا من الفيديو. استنوني في فيديوهات جديدة، وباي باي.